انت بتعمل ايه؟ قوم شغال. قوم، لا سيبها. قوم. انت مالك انت ومال الشغل ده؟ شغال انت اتعلم. تتعلم ايه؟ مفيش حاجه اسمها تتعلم. اجري يلا، اللي شوف هو انت ازاي؟ بتخمر منى ولا بتعمل ايه. يلا امشي. انت بتعمل ايه؟ نزل ايدك خالص، ما تشتغلش. انت لسه ما تتعلم، انت لسه صغير على انك تتعلم. انزل تحت يلا. انزل. ده من شوية دوت اللي هو باين فيه إن الصنايعي نفسه مش حابب إن العامل يتعلم المهنة نفسها. فبتبص تلاقيه إيه، أهم حاجة مثلا عنده شغله، لا شغل مثلا يبوظ أو يتعطل أو يحصل فيه أي مشكلة، ويبص بقى للرزق وبتاع. يعني هو لما هيعلمك مثلا الزبون اللي جاي له مش هيسيبه هو يجي يخبط على بيتك انت، ما يعرفش ان ده حاجه، ده رزق بتاع ربنا سبحانه. لما انت تفتح بيت وغيرك يفتح بيت، فده هيحتاج نقاش وده يحتاج سباك وده يحتاج مبلط وده يحتاج كده. غير ما احنا دلوقتي بقى معظم الشباب بيشتغلوا على التكاتك مثلا، او بيبيعوا مخدرات على النواصي. مفيش بيوت بتتفتح النهارده. فطبعا انا بنصح هنا العامل ان هو يمارس، عشان يتعلم المهنه دي، يمارس حاجه اسمها التباتة والبلاده والرخامه. مفيش بيوت بتتفتح النهارده. مفيش حد بيدور على انه ياخد مثلا شقه من مفتاحها عشان خاطر يبلطها او يعملها سباكه. فهو قاعد، الشخص اللي هو حرمك من انك تتعلم مهنه هو نفسه هيقعد في يوم من الايام، لانه غيره في الناحيه التانيه مثلا بتاع سباكه مثلا ما علمش واحد سباك ففتح بيت فجاله هو عشان ياخده في النقاشه، او ياخدك انت لما انت تتعلم. فهي دايره لازم نسلم بعض. يعني انا بنبه برضك على الاخوه الصناعيه الكبار ان هم يحاولوا يعلموا الشباب الصغير ده ويدوهم المعلومه احسن ما يموت بيها، سوري يعني يتوفى بيها. ده شيء مش كويس. ده لازم المعلومه اللي انت اتعلمتها اللي ربنا اداها لك تديها لغيرك. لازم غيرك يستفيد، لازم غيرك يستفيد، هتاخد ثواب. هو لو فتح بيت في يوم من الايام، لو فتح بيت انت بتاخد الثواب بتاعه. كل لقمه بيحطها في بق ابنه او اولاده انت بتاخد عليها ثواب. صدقني اقسم بالله بتاخد عليها ثواب. شوف بقى تبقى تعلم كام واحد، هتعلم 5 6 في حياتك، 7 8، كل ده بيبقى في ميزان حسناتك. وطبعا احنا في حلقاتنا هنا او في اللقاءات اللي احنا هنتابعها مع بعض، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل المعلومة ازاي تبقى ذو حرفة او صنعة في وقت وجيز وفي اقل الوقت. يعني تبقى صنايعي او مهني في اي مهنة تتخيلها ان شاء الله. يعني المعلومات اللي انت هتحتاجها هتلاقيها موجودة معانا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ان ازاي تبقى صنايعي، او ازاي تبقى ذو مهنة، او تبقى محترف في صنعة ما. وصنعة في اليد، وبقولها تاني اهو، تغنيك عن الفقر. يعني ممكن تكون بتتعلم وبتدرس وفي نفس الوقت معاك صنعة. حتى لو بقى في يوم من الايام بقيت مهندس، هتبقى انت عارف الصنايعي شغال ازاي وبيعمل ايه، واخطائه بتبقى موجودة فين وعيوبه فين، الكلام ده كله. خلاص كده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما ننساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتشير الفيديوهات عشان غيرنا يستفيد، وإن شاء الله بلدنا تبقى كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.